السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة جديدة من أخبار كرة القدم الإفريقية والجزائرية. نستهل هذا العدد بملف ساخن جدا يشغل الرأي العام الرياضي في الجزائر، ويتعلق بالقرارات المرتقبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نادي اتحاد العاصمة بعد الأحداث التي رافقت مواجهته الأخيرة أمام أولمبيك أسفي المغربي ضمن منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية. المباراة التي جرت في أجواء مشحونة خارج وداخل الملعب عرفت حسب عدة مصادر إعلامية تجاوزات خطيرة من بعض أنصار الفريق المغربي، وهو ما أدى إلى حالة من الفوضى والتنظيم غير المحكم، الأمر الذي دفع الحكم ومراقب اللقاء إلى تدوين كل هذه الأحداث في تقارير رسمية تم رفعها إلى الهيئات المختصة داخل الكاف. وفي تطور لافت، كشفت تقارير متطابقة أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تدرس حاليا مجموعة من العقوبات المحتملة، والتي قد تكون مفاجئة وغير متوقعة بالنسبة للشارع الرياضي الجزائري. ومن بين أبرز هذه العقوبات الحديث عن إمكانية حرمان اتحاد العاصمة من جماهيره خلال مباراة الذهاب للدور النهائي، والتي ستجمعه بنادي الزمالك المصري، وهو القرار الذي في حال تأكيده قد يشكل ضربة موجعة للفريق الجزائري، خاصة وأن مباريات النهائي تعتمد بشكل كبير على الحضور الجماهيري والدعم النفسي للاعبين. هذا القرار المحتمل أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من الأنصار والمتابعين عن استغرابهم من إمكانية معاقبة الفريق الجزائري رغم كونه حسب رأيهم الطرف المتضرر من الأحداث التي وقعت في المباراة السابقة. وفي هذا السياق يرى بعض المحللين أن تقارير الحكم والمراقب تلعب دورا حاسما في تحديد طبيعة العقوبات، خاصة إذا تضمنت ملاحظات تتعلق بسلوك الفريق أو الطاقم أو حتى بعض الجوانب التنظيمية، وهو ما قد يفسر التوجه نحو فرض عقوبات على اتحاد العاصمة. في المقابل يؤكد آخرون أن الكاف قد تسعى إلى فرض قرارات متوازنة تشمل جميع الأطراف بهدف الحفاظ على صورة المنافسة القارية وتفادي تصعيد الأوضاع قبل النهائي المرتقب. ويأتي كل هذا في وقت حساس جدا، حيث يواصل اتحاد العاصمة تحضيراته المكثفة لمواجهة الزمالك في نهائي يعتبر من أبرز وأقوى نهائيات النسخة الحالية بالنظر إلى تاريخ الفريقين وخبرتهما في المنافسات الإفريقية. كما يعول الطاقم الفني لاتحاد العاصمة على جاهزية لاعبيه وتركيزهم العالي، خاصة في ظل هذه الظروف المعقدة، أين يصبح العامل الذهني والنفسي عنصرا حاسما بتحديد نتيجة المواجهة. إلى غاية هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، غير أن مصادر مقربة تشير إلى أن الإعلان النهائي عن القرارات قد يكون خلال الساعات القليلة القادمة من أجل حسم الجدل قبل موعد المباراة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستؤثر هذه القرارات على مسار اتحاد العاصمة في النهائي؟ وهل سيتمكن الفريق من تجاوز كل هذه الضغوط والعودة بنتيجة إيجابية؟ كل هذه التساؤلات ستتضح إجاباتها خلال الأيام القليلة المقبلة. في الختام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من الأخبار الرياضية أولا بأول. إلى اللقاء في فيديو قادم.